متتبعي تتيات الفسطوس واحد، وما كنتوا عسلامة مرحبا بكم في هذا الموعد الرياضي الأسبوعي حصاد الرياضة. جديد الرابطة المحترفة الأولى في جولتها العاشرة مع تغيير كبير في سلم الترتيب، حيث بقى السيابي الأول والترجي الثاني. تعطيكم النتائج والترتيب بعد 10 جولات. كما قلنا الجولة هذه ما شهدتش تغيير كبير في سلم الترتيب، تلعبت على 3 مراحل. نهار الجمعة الملعب التونسي تعادل مع النجم الخليدي هدف لهدف. الجولة الثانية تلعبت نهار السبت، الترجي الرياضي الجرجيسي تفوق هدفين لهدف على القوافل الرياضية بقفصة. نادي حمولة وسومانا بي كان عدل السي اس اس، وفي اخر مباراة بالتحديد في الدقيقة 86 اسلام القصداوي سجل هدف الانتصار. انتصار كان غاب على السي اس اس من سبتمبر 2002. مباريات الأحد مستقبل الرياضي بالمرسى يحدث مفاجأة من جديد ويتغلب على النجم الرياضي الساحلي في سوسة بالذات هدف ل0، ويحاول على المرة الثاني صحبة الترجي الرياضي. الترجي الرياضي بدوره كان تفوق على الأولمبي الباجي 3 أهداف مقابل هدف في الملعب الأولمبي بالمنزه. تألق كبير ليوسف المساكني اللي دخل الشوط الثاني، كان مرر هدفين ليانيك نيوك وسجل هو الهدف الثالث. مفاجأة البطولة النادي الرياضي البنزرتي السيابي كان تحول للمنستير وفاز ب3 نقاط ثمينة تخليه في الصدارة. السيابي كما قلنا كان تفوق هدفين ل0 أمام اتحاد المنستيري. في جابس مستقبل مكان ينتصر على الشبيبة القيروانية هدفين مقابل 0. هكا يولي عنا الترتيب التالي: السيابي ب 26 نقطة في المركز الأول، الترجي الرياضي التونسي 22 نقطة في المركز الثاني تنقص مقابلة، مستقبل مرسى 22 نقطة في المركز الثالث، النجم الرياضي الساحلي 17 نقطة في المركز الرابع، نادي الإفريقي 15 نقطة في المركز الخامس تنقص مقابلة، المركز السادس قوافل قفصة 15 نقطة، المركز السابع السي اس اس ب 13 نقطة وتنقصها مقابلة، المركز الثامن الجي اس كا ب 12 نقطة تنقصها مقابلة، المركز التاسع الملعب التونسي ب 12 نقطة، المركز العاشر الترجي الجرجيسي ب 10 نقاط، المركز 11 الاتحاد الرياضي المنستيري 9 نقاط، المركز 12 الاولمبي البيجي 8 نقاط، المركز 13 نادي الرياضي الحملان في 7 نقاط وتنقص مقابله، وفي الاخير نلقاو كل من نجم بن خلاد مستقبل جابس وامل حمام سوسه ب5 نقاط. في سياق اخر، بعد ما دارت الجوله العاشره بالرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، الاولمبي البيجي يقيم مدربه عمر الذيب بعد سلسله نتائج سلبيه واخر هزيمه ليه امام الترجي الرياضي التونسي 3 أهداف مقابل هدف. نمشيو المحترفين في الخارج وبالتحديد في فرنسا، وين صحيفة لودي سبور قامت باختيار أسوأ 11 لاعبي شاركوا في الجولة 27، وكان فيهم للأسف عصام جمعة الهداف التاريخي المنتخب التونسي المنتقل حديثا من بريست إلى أوكسير في شكل إعارة. عصام حابب يحكي معاك في سوجي، حاس روحي شوية بيرتوربي، كنت خليني نقول لك ديزولي، الحمد لله نجي قدام الجول والراحة. توتال اوبوس زيت ولوسيون كابيلاغ يوقفوا تساقط الشعر، ينشطوا فروة الراس، يعاودوا ينميوا الشعر وحاجب العين زادة. توتال اوبوس متوفر في جميع الصيدليات. توتال اوبوس شعرك مهما يخف لازم يرجع. ونقعدوا في الجولة 27 من ليغ 1، البي اس جي تفوق على ديون هدفين مقابل هدف، ومونبلييه يهزم اف سي كان ب3 أهداف مقابل 0، ومارسيليا ينهزم هدفين ل0 في زيارته لإيفيان. وهكا الترتيب يولي عنا كالآتي: البي اس جي الاول ب 58 نقطة، يليق مونبلييه الثاني ب 57 وليل الثالث ب 47، وفي الأخير نلقاو كل من أوكسير وسوشو ب 24 نقطة. الكالشيو السيري اي في ايطاليا، الجوفي وصل اهدار النقاط التعادل بدون اهداف مع جنوا، فيما وصل الميلان تألقوا بتفوقوا على ليتشي هدفين ل0، وهكا يولي عندنا الترتيب التالي: الميلان في المركز الاول ب 57 نقطة، يليه اليوفي ب 53، لازيو 48، وفي الاخير نوفارا 20 نقطة، وتشيزينا يتذيل الترتيب ب 17 نقطة.
الليغا الاسبانيه الفارق 10 نقاط مازال هو بيدو بين البارسا وريال مدريد. البارسا كانت تفوق على ريال سوسيداد زوز بلاش، وكيف كيف ريال مدريد خارج القواعد كان انتصر على ريال بيتيس 3 أهداف مقابل هدفين. مباراة صعيبة، البطل نتاعها كان بدون منازع، حكم المباراة بعدم احتسابه لضربتي جزاء كانت واضحة لريال بيتيس، واهمها ضربة جزاء واضحة في الدقيقة 94 بعد لمس الكرة باليد من طرف اللاعب سيرجيو راموس. وهكا الريال يولي في المركز الاول ب70 نقطة، وراه البارسا ب60 نقطة، وبطولة أخرى بين ميسي وكريستيانو رونالدو على صدارة الهدافين، كريستيانو رونالدو ب 32 هدف وميسي ب 30 هدف، أرقام خيالية، 62 هدف أكثر من أخر 5 فرق سجلوا في البطولة الإسبانية. هكا أعزائي المشاهدين وصل ختام هذا الحصاد. ملتقانا الأسبوع القادم مع كريم مقني على الميكرو ونجم الدين العميري في الهندسة الصوتية، وما تنساوش تتيا في نوتر فيزيون. توتال روبوس